عدنا وإياكم أعزائي المشاهدين وبرنامج رصيف المتنبي، وهذه الجلسة الحوارية مع الأساتذة المحترمين المتواجدين معي في المركز الثقافي البغدادي لنتحاور تحت عنوان السلوك الثقافي وتأثيره المجتمعي داخل البيئة العراقية وبالتحديد داخل البيت العراقي. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ العزيز. نعم، محمد هاشم، متابع للشأن العام وفنان أيضا. صباح الخير أستاذ. حياك الله. ممكن تقدم نفسك؟ محسن البهادي، محلل سياسي وكاتب. أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الحوارية اللي نحب من خلالها أن نوصل رسالة عن المفهومات المتعددة للسلوك الثقافي داخل البيئة الواحدة وبالتحديد المجتمع العراقي، العائلة العراقية. نعم، أعتقد أنه فترة الدكتاتورية الطويلة التي مرت على العراق وسحقها للذهن العراقي وللإمكانات العراقية يعني سيدت نوع من الثقافة الفرعية المتخلفة داخل المجتمع، وجعلت منها ثقافة تطفو على يعني الثقافة الحقيقية، على ثقافة التماسك والحب والانسجام والعمل والعطاء والتفوق. بعد التغيير صار الصراع واضح بين المثقف المنتج للمعنى وبين المتخلف الذي لا ينتج معنى، سواء كان هذا المتخلف هو ابن لك أو زوجة أو جار أو صديق أو مجتمع بصورة عامة. فأنت كمثقف نقدي يعني مطلع تطل على المجتمع وبأسس وبرؤية متمدنة متحضرة، يعني تستند إلى قاعدة ثقافية رصينة، ستواجه الصراع 100%. يعني صراع القديم وصراع الجديد. هذا الصراع سيجعلك غريبا سواء كنت داخل مجتمعك أو في دائرتك باعتبارك ملتزما متزنا يعني نزيها. ستواجه مجتمعا لا يريد كذا حيثيات، ولكن أنت لن تتراجع إلى الخلف ولن تختبئ، ستكون أنت العملاق، أنت المتطور، أنت الذي تحاول أن تنير الطريق لغيرك، لأنك لست جبانا، إنما أنت ابن للمجتمع وتتحمل المسؤولية الكاملة باتجاه الناس الذين حواليك، لأنها مسؤولية كبيرة. أن الله سبحانه وتعالى جعلك خليفته على الأرض، خليفته لكي تعمر الأرض، لكي تبنيها، لكي تحيل هذا الخراب الذي ممكن أن يكون إلى أشياء نافعة، إلى فن متطور، إلى يعني شؤون عامة ورفاه متقدم. لهذا أنت لابد أن تدمن الصراع، لابد أن تدعو لمجتمع يتصير في حالة جدل متواصل باتجاه الأحسن وباتجاه الأفضل. فلا ضير ولا عيب ولا أمرا غريبا أن يقف ابنك الغير متعلم بوجه بعض سلوكياتك المتطورة، لأنه ضحية زمن متخلف متراجع، وأنت خلقت زمنك الذي هو زمن حقيقي، زمن خليفة الله في الأرض، هو المعمر. أحيانا يشبه المتخلف أو ضعيف في السلوك مثل ما أشرت حضرتك بالمريض، والآخر هو الطبيب المعالج. كيف نعالج تلك السلوكيات من وجهة نظر المريض والطبيب؟ نعم، المثقف لا بد أن يكون صداحا، والمثقف لا بد أن يقترب إلى الآخر بطيبة وبمحبة وبمواطنة لكي يستقطبه إلى جانبه، ثم لا يلبث أن يستدرجه إلى المعرفة، كالشباب الذين يأتون إلى المتنبي الآن. هناك من ينبذهم ولا يطيق حتى رؤيتهم أو التحدث إليهم، بل بمجرد أن يرى ملبسهم الغريب يبتعد عنهم. وهذا ليس حقيقة. طبعا هذه نقطة جدا مهمة، نحاول نتوقف عندها وننتقل للأستاذ حتى نشوف وجهة نظره اتجاه هذه العلاقة الضدية بين الآخر والمنفي من مساحته، إقصاء من مساحته. مثل ما قال الأستاذ محمد أنه هناك شخصيات أحيانا ننبذهم قبل ما نشترك وياهم في حديث، مجرد على مستوى اللبس أو مستوى السلوك. طبعا هذه خسارة أن تتركه، لأن راح تخسر جزء من المواطن اللي هو جزء من عندك من المجتمع. كيف نتعاطى مع هذا الآخر؟ دكتور، يعني يجب أن يكون
في مضمون عنواننا وفي مضمون حلقتنا، يعني يجب أن لا نبتعد عن هؤلاء. نعم. حتى إذا كان السلوك الثقافي يجب أن يتجدد، يجب أن نجعل من هذا السلوك الثقافي نضعه في الطريق الصحيح. لكن اليوم أنا أشاهد المشهد الثقافي في العراق هو بين سندانتين، سندانة الجهل وسندانة التخلف اللي موجود والطغيان الكبير بالنسبة للجهل المتعمد في هذه المرحلة. حقيقة يعني الثقافة هي دور كبير وتنهض بالأمم بثقافتها وحضارتها وما ترتقي إليه الأمم بثقافتها. لكن نلاحظ اليوم بداية وانطلاق الثقافة العراقية تبدأ من العائلة العراقية، عندما نوهت بأن المثقف يبدأ تكوينه وثقافته. هذا يعتمد على إدارة الأسرة في البيت، عندما يكون الأب متعلم مثقف، الأم متعلمة مثقفة، ممكن أن تجعل اللبنة الحقيقية الصحيحة. خلينا نحدد مفهوم الثقافة. يعني لو نرجع لأربعينيات أو ثلاثينيات القرن المنصرم، امرأة تكاد لا تقرأ ولا تكتب، أب لا يقرأ ولا يكتب، لكن التجربة خلته حكيم متزن، صاحب يعني جرأة باتخاذ القرارات، يميز ولديه بعد نظر، وهو ليس خريج كلية أو خريج معهد أو صاحب شهادة. إذن الثقافة سلوك وتجربة إنسانية. أعتقد مثل ما أشار الأستاذ محمد أنه في ظل الأنظمة الدكتاتورية تكون هناك دائما إخفاء وإبعاد وإزاحة لمنطقة الثقافة الحقيقية، وإدخال المجتمع بمنطقة وهمية تدعي الثقافة. هناك فرق بين المثقف وما يدعي ثقافة. خلينا نحدد هذا السلوك وننطلق من داخل البيت العراقي. حقيقة دائما دكتور المثقف دائما له نظرة بعد بعيدة في الثقافة. نعم. ودائما يتقاطع مع المشهد السياسي، بما أن اليوم أننا نعيش في مشهد سياسي ضبابي. تقاطع الثقافي لفكر المثقف والمشهد السياسي يتقاطعان هنا. وما لاحظناه في الفترة الأخيرة أن أغلب المثقفين وأغلب النخب الثقافية قادت مظاهرات كبيرة، وكانت الحكومة تتخوف من هذا. لا بأس أن تتقاطع الإرادات السياسية، لكن موقف المواطن إذا كانت الإرادات السياسية تتقاطع من أجلي كمواطن عراقي فأنا أرحب بهذا التقاطع. إذا كانت تتصارع من أجلي فلا بأس، أنا أرحب بهذا الصراع. لكن عندما تتصارع الإرادات السياسية لمصالح سياسية فئوية حزبية، هنا تكمن المشكلة. إرادات سياسية تتصارع من أجل مصالحها الشخصوية ليس الفكرية. وين المواطن؟ موقف المواطن المواطن هو المثقف. المثقف وين دور هنا نهضة المثقف، هنا دور المثقف. هل يكفي أنه نحضر في رصيف المتنبي أو في شارع المتنبي ونتحدث ثم نتسامر ثم نتألم ثم نحزن ثم نغادر وينتهي كل شيء؟ لا ينقطع هذا في ويعتمد على شارع المتنبي فقط. وهناك موجود دور المثقف في كل مكان. نلاحظه في المقهى، في السيارة. وما لاحظناه نحن في ما قبل الانتخابات، كيف روجنا لهؤلاء الانتخابات، كيف ثقفنا الناس على الذهاب إلى صناديق الانتخابات. كان دور المثقف كبير في هذه المرحلة. وحقيقة اليوم العراق هو محتاج إلى دور المثقف حتى ينهض بالواقع الثقافي والمشهد السياسي. المثقف متعارف عليه دائما ترتبط جملة أزلية وياه، مشاكس. هل تعتقد غابت المشاكسة اليوم؟ ليس بالمشاكس. المثقف هو ما يرى الحقيقة ويتكلم بالحقيقة الواضحة بمفهومها الحقيقي، ليس بمفهوم الإنسان الأمي. أنا أقصد المشاكسة تعطي ديناميكية للآخر، تصير الأشياء، يعني تصير الأشياء، شيئياتها، نعم. تشيئها، تبعث بها الحياة من جديد. نعم، تعطيها نموذج لأهدافها الحقيقية.
لا تبتعد عن الحقيقة للمشهد الثقافي. إذا ممكن نكمل ويا الأستاذ محمد. نعم. شنو هدف المثقف؟ نعم فكرة المشاكس حقيقية. نعم. المثقف هو من يتقاطع مع السياسي ومع كل الأخطاء التي ترتكب. نعم. يتقاطع لأجل ماذا؟ يتقاطع لأجل النهوض بالسياسة والثقافة والحياة العامة للأمام. إذا لم يتقاطع المثقف مع السياسي سيتماهى السياسي والمثقف، ويبتلع السياسي الثقافة والمثقف، وبالتالي نخسر حياة متطورة متقدمة إلى الأمام. إذن المثقف هو الذي يطل على مجمل الحياة وبرؤية ثاقبة واسعة وبإرادة طيبة وبإرادة وطنية متعالية. لهذا هو ينتقد السياسي لأنه ينزوي ضمن إطر مصالحه الضيقة ورؤاه المريضة. أما المثقف فهو يرى الرؤية الوطنية الخلاقة الثاقبة. لهذا هو يتقاطع مع السياسي إذا ما رأى إداءه بهذا المستوى، وهو مع السياسي ومع إداء السياسي باتجاه رؤى أوسع وباتجاه يعني مجتمع أكثر تطور ومجتمع عملاق في خلق إرادته الحرة الصحيحة. الكثير يتفق على أن الشباب هم بناة المستقبل. نعم. وهم حتى إن تبوأوا مناصب وتصدوا لأمكنة حساسة أو قيادية فهم بطبيعتهم ثوريين مندفعين جريئين. ماذا يحتاج الشاب العراقي من أجل اليوم؟ نعم. نحن يجب أن نحترم الزمن، وكما قال الإمام علي عليه السلام: لا تجبروا أولادكم على عاداتكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمان. علينا أن نحترم الأزمنة. الشباب هؤلاء هم أفكار غضة وأفكار واعدة، وهم في موقع كان يكون وظيفي أو قيادي متطور. لن نخاف الشاب أبدا، لأنه الفكر الغض، لأنه الفهم الغض، لأنه الذي لديه استعداد كبير للتضحية من أجل وطنه. لا نخشى لا نخاف، لأنه غير متعصب، لأنه ابن القرن 21 سيكون متسامحا معك، سيكون منبسطا معك، متفهما معك، سوف لن يكون مغلقا، سوف لن يكون مؤدلجا، بل سيكون ابن الحياة وهو الواعد. وأنت ممكن أن تتعامل معه بأبوة وتزقه المعرفة والتسامح والمحبة والتعاطف. ممكن أن تخلق منه إنسانا بلا قيم مريضة، إنما بكل قيم المحبة والإخلاص لهذا الوطن. أهلا وسهلا. أستاذ بهاد، الشاب يحتاج منا الكثير. نعم. ونريد منه الكثير. ما الذي يحتاجه وما الذي نريده؟ أكيد في هذه الفترة اليوم اللي نعيشها احنا محتاجين الشباب، بما أن اليوم الشارع العراقي والمشهد السياسي في البرلمان العراقي خالي من الشباب. حقيقة أنا لاحظت أغلب المشهد السياسي حضوره ضعيف داخل. يعني حضور ضعيف ليس بالمستوى المطلوب. عندما يكون لديك شباب ناضج واعي فاكر له طموح كبير، له امتداد أفقي واسع، ما بعد ممكن يكون في الأيام القادمة هناك توجه للأحزاب بأن تستقطب مجموعة مهمة من الشباب اللي يمتلكون وعي متقدم. حقيقة هذا مطلب احنا طالبنا به من خلال العملية الانتخابية. يجب أن يكون دور الشباب هنا واضح، يجب أن يكون دور الشباب ليس الذكرى وإنما حتى على الأنت والذكر. يعني دور يجب أن يكون في هذه المرحلة، لأن الشباب هو لديه طموح كبير، بما أن السياسيين أغلبهم العمر 80 أو 90 وصلوا إلى نهايتهم العمرية. فهذا الشاب لديه طموح، لديه تجدد ممكن استفادة من حكمته، من تجربته، ممكن إخلاصه في عمله. بعض الشباب اليوم حقيقة وصلوا إلى أبعد كثيرة، بعد كبيرة في المشهد السياسي، وأخذوا أبعاد كثيرة ولديهم تطلعات كبيرة، وجذبوا كثير من الشباب معهم. نعم. وكونوا مجتمعات من المجتمعات المدنية من القوى السياسية، وخرجوا لنا بحصيلة ثقافية، حصيلة جمعت كل المثقفين من الشباب. وهناك جروبات على التواصل الاجتماعي جمعت الشباب وجمعت فكر وخلاصة ما يبتغي الوصول إليه في هذا المحفل. طبعا هي كلها من أجل العراق. نعم. من أجل الخروج بمشهد سياسي جميل لمستقبل أجمل في الفترة المقبلة. إذا التفاؤل يسود الجلسة والحمد لله. نتمنى أن يكون للشباب دور حاضر في المقبل من الأيام. شكرا للأستاذ محمد هاشم، شكرا للأستاذ البهادي. نورتونا في هذه الجلسة واستمتعنا بآرائكم اللي هي خير
من غير في مجال سلوككم ومعرفتكم وحضوركم الفاعل في شارع المتنبي. هنيئا لك دكتور، هذا البرنامج الذي ينتج المعنى وينتج الإرادة الطيبة لكل عراقي شريف. شكرا للأساتذة وشكرا لهذا البلد المعطاء مليء بالثقافات والمعرفة والجمال. ابقوا لنا أعزائي المشاهدين، لا زالت فقراتنا مستمرة مع رصيف المتنبي. ابقوا لنا.